السلام عليكم، بسم الله وعلى بركة الله نبدأ وصفتنا. أنا وأمي لنهار اليوم اللي راح تكون أمي هي دجاجة فيلي بريليدي بصوتي بالخضر. راح تكون رائعة وبنينة. أول حاجة جبنا دجاجة، نقيناها، شوطناها، غسلناها بالبيان، ديزوسيناها وفرشناها فوق بابي فيلم. درنا البابي فيلم، درنا قطعة زوج ثلاثة وحطينا الدجاجة تاعنا. وقبل ما نحطو الدجاجة رشينا شوية ملح وشويه فلفل الكحل، سقمنا الدجاجه، الصدر تاع الدجاج قطعناه شرائح وسقمنا به الدجاجه كما راكم تشوفوا. الدجاج الله يبارك ما شاء الله بالسكين كما راكم تشوفوا. هذه الخطوط انا حكمت الدجاجه ونضربها هكا باه شغل نشلحها كما نقولوا، باه يدخل فيها الملح وليزيبيس كامل والتوابل. اول حاجه راح نرش امي الربح نربحو ان شاء الله. هنا الربح نزيد ندير بزياده شويه على خاطر الدجاج يحب ملح. نعم، وين جا الصوص يجي صعب ما يجيش بنين، اعطيك الصحه. ويجي شايح. نديرو الفلفل الكحل، نرشو جيدا. التابل الاخر ولا الثالث راح نديرو شويه كمون. هنا الكمون ما نكثروش، نديرو شويه فقط، رشيت صغيره فقط. فوالا. دوكا نجيب لا موطارد ولا الخردل، نحط ملعقه هنايا وبالملعقه راح نفرش لا موطارد، راح يجي رائع. البنه مضمونه باذن الله. يا اختي الدجاجة مفرشة راح تعطي بلا موطارد، راح تفرشي. على خاطر لا موطارد يمد بنه للدجاج. نزيد شويه من لا موطارد باه تجي بنينه. امي تحبسوا تاكلوها ما تجيكمش مليحه. لازم تجي بنينة. فوالا. دوكا واش عندي قطعه من الزبده راح نحطها هنايا. لها امي نديرو الزبده باش ما يجيش شايح. نعم. الدجاج كل الناس على بالهم بلي الدجاج ناشف، يبقى كي يديروا الزبده يجي طري. دوكا بعد ما ندير الزبده انا عندي الخضر، عندي ثوم، عندي حار مقطع رقيق، عندي ايضا طماطم مقطعه شرائح، وعندي شويه جبن وشويه معدنوس. دوكا نفرشهم فوق الدجاجه. بعد ما دوزنا الدجاجه تاعنا مليح دوكا نبداو نروليوها. اول حاجه نطبقوا عليها البابي فيلم، وما تخافوش مش راح يسبب خطر على الدجاجه ولا على صحه الانسان، وراح يحكم في الفور، يعني يحكم لنا الدجاجه. ونبداو نرولي. بسم الله كما راكم تشوفوا. هانا رولينا الدجاجه الله يبارك ما شاء الله. دوكا نجيب الخيط. اول حاجه ندير عقده في الخيط كما راكم تشوفوا، وندخل فيها طرف الخيط الاخر. فوالا. ونحطها تحت الدجاجه ونجبد، راح الخيط يتشبح على الدجاجه كما راكم تشوفوا. ثم نبدا ندخل الخيط وندور على الدجاجه ونشبح. انا هنا الخيط ديالي ناقص، دوكا نزيد شويه مش مشكل ونكمل نروليها ونشوفوها كيف طيب ان شاء الله. الدجاجه تاعنا بعد ما ربطناها امي حطيناها في البلاط تاع الفور. نعم. دوكا حنا راح ندخلوها مباشره للفرن، ما نزيدو لها لا ما لا والو. كاين بعض السيدات يقولوا لنا انا نزيد كاس ماء ولا ما تزيدوا لها والو، على ما زيت وطيب حمراء وبنينه وخفيفه وطريه لاباس عليها. خليوها طيب. لما تشوفوها عقبوا لها ساعه غربع، كي تشوفوها تعقبوا لها ساعه غربع يدخلوا لها سكين لقاوها طابت ينحيوها، ما لقاوها مازال شويه خليوها شويه. هذه هي. دوكا ندخلوها للفرن ونشوفوا كيف نصوتي والخضر تاعنا باذن الله. في مقله حطينا شويه زيت شويه زبده نعم ولا مارغرين، خليتهم يذوبوا
وحماو مع بعضها. دوك ندير عليهم البطاطا هذه راني فورناها حتى نطابت. بسم الله. نحطوها هنايا وندير عليها شويه ملح وشويه فلفل ونصوتيوها في هذا الزيت. اللون تاع البطاطا امي ولا في الذهبي في الدوري. دوكا المرحله الاخيره راح نزيدوها شويه ثوم مقطع، راح يمدبلنا فوالا، وشويه معدنوس نخليوها حوالي دقيقه هكذاك نحركوها مليح حق ما تطلق المعدنوس والثوم اللي كتبلنا ونطفيو عليها. نوليو امي الزروديه في مقله، حطينا شويه زيت وشويه زبده ولا مارغرين، خليناهم يذوبوا ويسخنوا. دوك نحط عليهم كميه الزروديه اللي قطعناها فورناها مليح، وندير عليها شويه ملح وشويه قعد فيها طيف بطاطا كيف فورنا مع بعض قاعد فيك البطاطا ليش، وشويه فلفل الحل ونصوتيوها جيدا. امي زروديه رانا صوتيناها مليح امي. دوك ندير عليها مغرف خل. هذه المغرفه الاولى والثانيه والثالثه. امي اللي ما عندهاش الخل دير قارص ونديرو عليها مغرفه كمون بشويه ونرشوه ملعقه صغيره طبعا، ونخليوها حوالي دقيقه باه هذاك الزروديه تتشرب الكمون والخل. الفيلي تاعنا راهو واجد، راهو كيما نقولوا طاب. نحيناه من الفرن، شوفوا الله يبارك كيفاه طاب. حمرناه من لي كوتي كامل كيما قلت لكم. ما زدنا له لا ماء لا زيت لا زبده لا والو، حطيناه فقط في طبق تاع في صحن تاع الفرن وخليناه يطيب. دوك انايا نخليه يبرد تماما، على خاطر الفيلي كنت نقسموه هو سخون يدقدق، لازم نخليوه يبرد تماما ونقسموه ونشوفوه مقدم باذن الله. الفيلي تاعنا بعد ما طاب برد مليح، لازم امي يبرد مليح. قصيناه خاطرش كي نقصو سخون يدقدق، لازم يبرد باش ما يقعد على كارو. كيما راكم تشوفوا جا الله يبارك ما شاء الله رافقناه بليغيوم صوتي البطاطا وزروديه. نتوما تحبوا ديروا لوبيا خضراء ولا الجلبانه ولا بسبيس ولا كيما يحبوا. نعم ان شاء الله راهو جا هايل. البنه نركز على البنه راهي بنه عظيمه، تاكلوا تستمتعوا. هذا كابابل عبد فريد يخلصوا وحده، انا نقول لكم. شفتوا لي الصايم وجيعان. ان شاء الله يعجبكم وديروه وتردوا لي في التعليقات ان شاء الله. الى هنا نقول لكم، واللي عجبتكم هذه الوصفه ما تنساوش تشتركوا معنا على قناه وصفات ام زكي وعلى صفحه الفيسبوك وصفات ام زكي، وما تنساوش ايضا تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. والى اللقاء.